السلام عليكم الاخوان. بعض المعلومات غادي نوريهم لكم اليوم ان شاء الله من خلال ستيكو. بعض الملاحظات كيجيوني تساؤلات من عند الحريفيه على اساس كيبقاو لهم دوك العضات ديال الموس وما تيتحيدوش ليهم. لتفادي هذوك العضات اللي كيبقاو، انا غنوريكم الطريقه الصحيحه باش تفادوا دوك العضات. مثلا دابا انا جاي كنعمر من الفوق وجاي كنهبط كنفيني، كنتم جاي من الفوق وانا كنفيني. بالنسبه لهاد البلاصه هذه كاين اضطرادات هنايا، قطعه هنا كاينه قطعه. هاد القطعه هذه كيفاش كنعمروها باش كنتفاداو ديك العضه وديك اللقيه؟ لاحظوا معايا مزيان كيفاش كنتفاداو. اول حاجه في الكوش الاخر ديال السيكو الاخوان تنشارجيو السيكو ديالنا مزيان، ما كنديروش شارج خفيف اولا كنضربو المسح. كندير واحد السيكيه خفيفه لهاد الجناب هادو، دوك الحطات الاخرين ديال الموس كنحيدوهم هما الاولين باش ما كيبقاوش مطاسين لينا ملي كنكونوا كنفينيو. الا لاحظتي مزيان الطريقه راه غادي ان شاء الله غادي تطبق ان شاء الله في المستقبل، راه ما بقاش هذا المشكل ديال العضه. اول حاجه ملي كنبغيو نديرو اللقيه كنضربو الموس ديالنا عرض على هاد الطريقه هادي، كنشارجيو مزيان، ما تخافش من هاد العرق اللي كيطلع. كنشدو الموس كنوقفوه وكنفينيو، ما كيبقاش يخرج داك العرق. كنسبقوها هي الاولى، كنشارجيو مزيان كما قلت لكم الشارج في الكوش الاخر، كنمسح. ملي كنكون كنشارجي في الكوش الاول كنعس الموس شويه، ما نخليش واقف لانني خاصني نحافظ على الشارجر، نخليه ما نمسحش. لاحظوا معايا كنتم غادي بالعمليه حتى لتحت حتى اللافان ديال البرينتر. بعد ما كنكمل هاد الطبقه كتسمى الطبقه الاولى، كنعاود كنكرر نفس العمليه. كنحط الحطه الاولى فوق الضربات اللي ضربت الاولين، كنوقف الموس كنمسح، كنعاود نمسح، كنعاود نمسح حتى كنقشر داك العرق. هذه هي الطريقه الصحيحه الاخوان. ملي كتبغي تستيكي راه غنوريكم عاوتاني كيفاش تستيكيو. خليكم معايا في الفيديو، ما تخرجوش من الفيديو تشوفوا الطريقه الاخرى، حيت كاين شي حوايج بساط في السيكو كيخليوك انك تخلي العضات، كيبقى هاد الشوبيه وما كيطلعش لك الفيديو مزيان. كنشارجيو مزيان. ملي كنبغي نفيني كنوقف الموس شويه، كنورك تنجبد، كنورك تنجبد. دائما كنهبط كندخل من التحت باش ما كنخليش خطوطه. كنشارجي، كنوقف الموس شويه، كنجبد. بالنسبه للناس غيسولوني علاش كتوقف الموس. الموس كيمسح لك الحيط مزيان، ما كيخليش لك السلعه. الا ديتي الموس ناعس في الكوش الاخر كيعطيك الشوبيه. كنشارجي، كنوقف الموس شويه، كنورك كنمسح. دائما كنورك واحد التوريطه تكون خفيفه شويه. حيت بزاف ديال الناس كيقول لك انت داك الشارج اللي كدير كيخلي اللقيه. لاحظوا معايا مزيان الاخوان، كندوز واحد المسحه خفيفه، الا كانت شي كرانه ولا شي تشاشه. ثاني حاجه الاخوان، ملي كتكمل الباون ديالك كتبغي تستيكي، ضروري كتستيكي باقي خضر. كاين بعض الاخوان الموس كيكون باقي مطليلين بحال هكايا باقي فيه السيكو ما كيمسحش. ضروري تمسح الموس، على الاقل كتنقي ليه غير هاد الجناب هادو. ولا كان عندك موس نقي حاطو الاستيكاج من الاحسن. الاستيكاج ما كنحطوش الموس هنا، الموس ما كنحطوش هنا. الاستيكاج دائما كيبدا من التحت الفوق. دائما ملي كنكون كنستيكي القطعه اللي غادي الجره الاخرى ما نوقفش الموس، يقدر يخلي لك العضه. الموس كنجر كنوصل حتى الاخر، كنعس موس شويه، كنطلع كنعس موس شويه وكنجبد الفوق، كنعس موس شويه. ها انتم الاخوان،
هذه هي الطريقه الستيكاج. ملي كنبغي ستيك عاوتاني نجبد كنجي للقنت ديال الحيط كنجبد دائما، ما كنضربش فوق السلعه اللي مخدومه. راه لي التليفون وريهم اللقيه هنا واش كتبان، شوف معايا اللقيه واش كتبان، شوف معايا اللقيه واش كتبان شي حاجه، شوف واش كاين شي عضات. ها هو البريو طالع بدون ماكينه بدون حتى شي حاجه. من بعد ملي كينشف شويه الحيط عاد كنديرو ليه الماكينه باش كنجبدو ليه مع الاخر. هي الخدمه الصحيحه الاخوان. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في فيديو قريب ان شاء الله نوريكم طريقه اخرى ديال كيفاش انك تحك الموس باش ما يعطيكش الضبابه.